الأهلي يعلنها. الخطيب واخد قرار بالصبر على ريبيرو حتى شهر نوفمبر، ولو فشل يبقى حسام البدري هيكون خليفته على الأغلب. تعرف على ما سيحدث. طبعا زي ما احنا عارفين في شهر نوفمبر في فترة التوقف الدولي. فترة التوقف دي للأسف هتكون طويلة جدا علشان بطولة أفريقيا، فبالتالي دي هتكون أنسب فترة للنادي الأهلي بعدها او في وقتها يعني يشوف هل يمشي ريبيرو ولا يكمل مع الاهلي نهايه الموسم، لان بعد فتره الايقاف دي مش هيكون خلاص بقى بعد كده في اي فتره توقف طويله، هيكون بقى هناك ضغط ماتشات وازدحام جدول. الجدول هيكون مزدحم جدا بالمباريات، ومش هيكون في اي وقت ان الاهلي يفكر بعد كده في اقاله مدرب او تعيين مدرب. لذا من دلوقتي لحد شهر نوفمبر القادم باذن الله هي دي المهله اللي الخطيب استقر فيها على الصبر على ريبيرو ومنحه الفرصه كامله. ريبيرو هيكون تحت الاختبار حتى شهر نوفمبر، والله لو نجح خلاص يكمل لنهايه الموسم، لو فشل يبقى في فتره التوقف الدولي في شهر نوفمبر ولا تصل الى لمده شهر. ريبيرو قد يتم اقالته لو فشل من دلوقتي لحد شهر نوفمبر، وقتها هيكون ابرز المرشحين لخلافته حسام البدري.